السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من مامي كرافتس. فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض كوسترز دي لتقديم الكوبايات، قواعد الكوبايات. إن شاء الله فكرتها سهلة وبسيطة جدا. حبيت أعملها بالألوان دي عشان تدي طابع رمضاني شوية، بما إننا بإذن الله خلاص داخلين على رمضان. كل عام وانتم جميعا بألف خير. احنا طبعا ممكن نغير في المقاس براحتنا خالص، يعني لو كبرنا الدايرة فممكن نعملها مفرش كبير، او ممكن كمان نعملها مفرش لو عملناها حجم وسط تكون كوستر للاطباق على السفرة وكده. يلا بسم الله نبدأ ونشوف هنشتغلها ازاي. عشان نشتغل الكوسترز بتاعتنا فهنحتاج طبعا اي نوع خيوط، مش هنلتزم بخيط معين. انا عندي خيوط اكليريك يعني بواقي، خيوط هيمالايا. هستخدم اللون الاساسي بتاعهم البيج اللي هو اللون اللي جوه، والاطار اللي هو اللي بره ده هو ده بس اللي هغير فيه الالوان. هستخدم فيه الوان مختلفة، ودي طبعا حاجة ترجع لنا وترجع للمتاح عندنا. هستخدم مع خيوط هيمالايا ابرة مقاس 4. هنبدأ اول حاجة ونعمل عقدة البداية، وبعد كده هشتغل 4 سلسلة. 1 2 3 4. اشتغلت 4 سلسلة. بعد كده هروح لأول سلسلة واشتغل فيها منزلقة عشان اقفل ال4 سلاسل ويبقوا معايا حلقة كده هشتغل جواها، واللي هي بديل الدايرة السحرية. هبتدي بعد كده ارتفع 2 سلسلة، وجوه الحلقة اللي انا عملتها بال4 سلاسل هدخل فيها واشتغل 12 عمود بلفة. واحد 2 3. اشتغلنا كده 12 عمود بلفة جوه الدايرة بتاعتنا او الحلقة. بعد كده هندخل في اول عمود بلفة اشتغلناه ونشتغل منزلقة عشان نقفل الدايرة بتاعتنا، ونشد الخيط ده من ورا عشان نقفلها كويس. وده شكل السطر الاول معايا. بعد كده هرتفع للسطر التاني 2 سلسلة، وهبدأ اشتغل في كل عمود بلفة 2 عمود بلفة. السطر التاني هيبقى كله تزايد، يعني في كل عمود بلفة هشتغل فوقه 2 عمود بلفة. وصلنا كده لنهاية السطر التاني. هندخل في اول عمود بلفة ونشتغل منزلقة، وده بيكون الشكل بعد السطر التاني. ابتدي ارتفع للسطر التالت 2 سلسلة، وفي نفس العمود اللي ارتفعت منه ال2 سلسلة هدخل فيه واشتغل 1 عمود بلفة. بعد كده العمود بلفة اللي بعده هدخل فيه واشتغل فيه 2 عمود بلفة، وهكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. 1 عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة. وصلنا كده لنهاية السطر الثالث، والسطر الثالث خلص معايا على 36 عمود بلفة. هدخل في اول عمود بلفة واشتغل منزلقة. ده بيكون الشكل بعد ما خلصنا السطر الثالث. هنطلع للسطر الرابع، هنرتفع 2 سلسلة، وهنبدأ اول عمود بلفة اللي احنا ارتفعنا منه هندخل فيه ونشتغل 1 عمود بلفة. والعمود بلفة اللي بعده هنشتغل فيه 1 عمود بلفة. والعمود بلفة التالت هندخل فيه ونشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس العمود. وهنكمل باقي السطر بنفس الطريقة، 1 1 تزايد، او 1 1 2، او فردي فردي تزايد. وصلنا كده لنهاية السطر الرابع، والسطر الرابع قفل معانا على 48 عمود بلفة. هندخل في اول عمود بلفة ونشتغل منزلقة عشان نقفل السطر. وده الشكل بعد ما خلصنا السطر الرابع. هبدأ ارتفع بقى للسطر الخامس. السطر الخامس هنعمله بغرزة الحشو، مش عمود بلفة بقى، هنشتغله بغرزة الحشو بحيث ان الشكل بتاع الاطار يكون افضل. تمام، فهنبتدي برضو هنمشي تبع قاعدة التزايد في الدايرة عادي بس بغرزة الحشو. يعني هنعمل ايه؟ ارتفعنا سلسلة في اول
عمود بلفة اللي احنا ارتفعنا منه هنشتغل واحدة حشو، بعد كده اللي بعدها واحدة حشو، وتالت واحدة حشو. بعد كده في الغرزة الرابعة هنشتغل 2 حشو في نفس المكان او في نفس العمود بلفة، وهنكمل باقي السطر بنفس الطريقة. 3 حشو فردي في كل عمود بلفة واحدة حشو، وفي العمود بلفة الرابع هنعمل فيه 2 حشو. خلصنا كده السطر الخامس اللي اشتغلناه بغرزة الحشو، وخلص معانا على 60 غرزة. هندخل في اول حشو ونشتغل منزلقة، بس المنزلقة ده هنقفلها من اللون اللي احنا حابين نضيفه في الاطار، لان كده احنا هنشتغل بالاطار. هضيف معاكم اللون ده، هنقفل المنزلقة كده من اللون الجديد، وهنفصل بقى اللون القديم. هنبتدي بقى نشتغل في الغرزة اللي هي في الإطار. فأول حاجة هنرتفع سلسلة، وفي نفس المكان اللي احنا ارتفعنا منه هندخل ونشتغل غرزة حشو. بعد كده هبتدي ارتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بعد ما ارتفعت 5 سلسلة هعد من بعد الإبرة 1 2 3، وهدخل في تالت سلسلة واشتغل عمود بلفة. بس مش هكمله للاخر، هشتغل بس نص العمود بلفة. المفروض عشان اقفل العمود بلفة فهاخد لفة خيط كمان، فهاخد خيط كمان واقفله من هنا. لا، انا هسيبه لحد هنا، وهبتدي اشتغل كمان 1 عمود بلفة، وبرده مش هقفله للاخر، هطلع من اول حلقتين بس. هلاقي عندي كده 3 حلقات على الابرة، هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات كلهم مع بعض. بعد كده هشتغل كمان 3 سلسلة، 1 2 3، وهبتدي ادخل في اول سلسلة اللي هي اللي انا قافلة بيها دي على طول، هدخل فيها واشتغل برضو 2 عمود بلفة تناقص زي اللي انا عملتهم، يعني هشتغل عمود بلفة ومش هكمله للاخر، وهشتغل كمان 1 ومش هكمله للاخر، وبعد كده هقفلهم الاتنين مع بعض وهشتغل سلسلة. ده بيكون كده الشكل معايا. ببتدي ادخل في الجزء ده كده اللي هو تحت العمود بلفة، او السلسلة التالتة اللي انا كنت اشتغلت فيها دي، هدخل فيها كده بالشكل ده كده واشتغل منزلقة، وبعد كده هشتغل 2 سلسلة، وهعد من تحت 1 2 3، وادخل في تالت سلسلة واشتغل حشو. ودي بقت عندي اول غرزة، ودي بقت عندي اول غرزة اشتغلتها من الاطار، اسمها غرزة البومبوم او البومبوم ستيتش. تمام، هنكمل كمان. هنرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهنبتدي ندخل في تالت سلسلة من بعد الإبرة ونشتغل 2 عمود بلفة تناقص، يعني هشتغل عمود بلفة مش هكمله للآخر، وهبتدي اشتغل العمود بلفة التاني وبرضو مش هكمله للآخر، وهلاقي عندي 3 حلقات على الإبرة، هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات مع بعض. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهبتدي ادخل في السلسلة اللي هي اول سلسلة تحت اللي انا قافلة بيها العمودين التناقص اللي تحت، هدخل فيها كده، هشتغل فيها برضو 2 عمود بلفة تناقص كده، واطلع من اول حلقتين وهلاقي عندي 3 حلقات، يعني هقفل العمودين الاتنين مع بعض وهشتغل فوقهم سلسلة. بعد كده هطبق الاتنين على بعض كده وادخل
في السلسلة اللي تحت دي واشتغل منزلقة بحيث ان انا اقفلهم على بعض ويدوني الشكل ده كده. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهعد من تحت 3 غرز، 1 2 3. هدخل في تالت غرزة واشتغل حشو. وده بيكون الشكل معايا. هنكمل باقي السطر كله بنفس الطريقة كده لاخر غرزة بونبون في السطر. دي اخر حشو اشتغلتها. اشتغل بعدها 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هدخل في تالت سلسلة من بعد الابرة واشتغل فيها عمود بلفة، مش هكمله للاخر، وهدخل اشتغل عمود بلفة كمان ومش هكمله للاخر، وهقفل الاتنين عمود بلفة مع بعض. هشتغل 3 سلسلة وابتدي في اول سلسلة دي هدخل فيها كده واشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس المكان تناقص، هقفلهم الاتنين مع بعض، اشتغل فوقهم سلسلة، بعدين هقلب الاتنين على بعض كده وادخل في السلسلة اللي تحت دي واشتغل منزلقة، وهشتغل 2 سلسلة وهقفل في اول حشو خالص اشتغلتها، هدخل فيها كده واقفل بمنزلقة وسلسلة وافصل الخيط بتاعي. هننضف بقى الخيوط. وكده نكون خلصنا الكوستر بتاعنا، وده شكلهم وده شكلهم من الظهر. انا بقى هكمل كمان، اعمل كمان لونين، هعمل واحدة بالاصفر واحدة بالازرق عشان يبقى طقم لطيف كده مع بعضه. اتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون واضح. لو اي حد فيكم ليه اي سؤال او استفسار تقدروا تسيبولي سؤالكم في كومنت تحت الفيديو. استنوا افكارنا الجديدة ومشاريعنا الجديدة واستنونا وتابعونا.